يا مساء الفل، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم بفيديو جديد. ما تنسيش تحطي اللايك وتحطي الاشتراك لو انت اول مره لسه بتشوفيني، وتفعلي زر الجرس، واكتبي لي كومنت حلو كده مني. اشتريت خبز الصاج الكهربائي، كان عامل ضجه قوي الفتره اللي فاتت كده، وعرفت ان هو متعدد الاستخدامات. استخدمته في كذا حاجه، هوريها لكم دلوقتي واحده واحده. انا جبته بيضاوي بالشكل ده. في عندك خامتين اتنين، في خامة تيفال والخامة الصخرية دي. عايزة اقولك ان الخامة الصخر دي جميلة جميلة جميلة، ما بتلزقش فيها اي اكل خالص، وما بتحتاجش نقطة زيت. بصوا بقى، هي شكلها حلو، حجمها مناسب، وحجمها حلو كبير. لها مقبضين اتنين كده من البلاستيك، علشان تعرفي ان انتي تمسكيها وقت ما تكون سخنة او فيها حرارة. ليها قاعدة من تحت كده بتلات رجول، بتفتحيها بالشكل ده علشان تبقى عالية معاك. عايزة اقولك ان هي حجمها حلو قوي ومناسب. ممكن تكفي 6 افراد قاعدين ياكلوا بس كده عليها. وسهله بقى ان انت تحطيها في اي حته وتبتدي تشتغل. ده مكان الشاحن بتاعها، بتحطيها بيبقى جاي معاها مشترك بالشكل ده. وليه بقى 5 درجات. درجة رقم 1 هي دي أقل درجة، درجة رقم 5 دي أعلى درجة، بتظبطيها على حسب درجة الحرارة اللي انت عايزاه، أو الأكل اللي انت حطاه يعني عليه. هقول لكم أنا جربتها في ايه دلوقتي. دي الفيشة بتاعتها ثلاثية، تقدري بتجيبي تشتري لها انت بقى فيشه تانية وتخليها ثنائيه. انا هنا شغلتها خلاص، حطيتها في الكهرباء وعملتها على درجه الحراره رقم 3. دي كانت مناسبه معايا قوي. قلت اول حاجه اعملها كده احضر فطار عندي للاولاد واشوفها كده. ده كان اول استعمال ليها. حطيت البيضه بالشكل ده بعد ما لقيتها ان هي سخنت، واتاكدت ان هي سخنت. درجه حراره 3 دي درجه متوسطه. اول ما الاقيها استوت من تحت، ما خدش 30 ثانيه، هقلبها على الجهه التانية علشان برضو تكمل سواها. علشان عندي الاولاد ما بيحبوش البيض تكون نيه او نص ني يعني. هحطها لهم بقى في سندوتش وبألف هنا. عايزه اقول لكم بقى انا ليه اخترت هنا الخامه الصخريه ديت. ما بتلزقش فيها الحاجه، تنظيفها بسهوله. تستخدمي، حتى انا استخدمت معلقه استلس، ما اثرتش ولا اتجرحت فيه. اما التيفال خفت من اي خدش، اي تجريحه تبوظها. تنظيفها سهل خالص، بمنديل كده على الناشف، وبتنضف بكل سهوله. تاني حاجه عملتها بقى، جبت الخبز اللبناني وهعمل بقى سندوتش بالزعتر. عايزه اقول لكم بيبقى طعمه جميل قوي، وبحب افطر بيه كده مع كوبايه شاي. يا رب انصر اخواتنا في فلسطين وارحم الشهداء يا رب. هنا بقى العيش ابتدى يتحمص من تحت معايا، فردت هنا الزعتر بتاعي. وانتوا شايفين هنا بقى خلاص الزعتر استوى خلاص مع العيش. شفتوا التحميصه بتاعته دي بقى، ان انا اعمله على هيئه رول كده. تالت حاجه بقى جربتها، خبزت رقاقه حلوه كده، وقلت لازم اخبزها عليها، اسويها عليها. عايزه اقول لكم الرقاقه طالعه طريه وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. يعني عايزه اقول لكم ان هي ما بتستخدمش للخبز فقط. ليها ليها استخدامات كتيره قوي، وهكملوا معايا الفيديو هتشوفوا انا استخدمتها في ايه. عملت بقى كفته مشويه بالشكل ده فيها برضو. عايزه اقول لكم الريحه وكانت جايبه لاخر الشارع. هنا برضو عملت سمك سلمون، شويت عليها سمك سلمون وجمبري. 5 دقايق بالظبط كان الاكل جاهز. وميزتها ان انت بتحطيها في اي حته انت قاعده فيها، وبتتلموا كلكم وبتاكلوا. فعايزه اقول لكم ان هي كانت تجربه حلوه قوي، وانا ما طلعتلكوش بالفيديو ده الا لما انا جربت فيها كذا حاجه زي ما انتم شايفين. واتمنى لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامه.